يسعد لي أوقاتكم جميعا يا رب من أي مكان وبأي وقت عم تتابعوني فيه. أنا نور وعايشة بألمانيا وصار لي مغتربة أكثر من 13 سنة. اليوم بهذا الفيديو بدي شارككم تجهيزاتي لشهر رمضان. طبعا التجهيزات كانت خفيفة ونظيفة، وأولها تجهيز الكبة وتفريزها. اليوم بدي شارك معكم طريقتي بالكبة وكيف بفرزها. رح أحكي لكم بالتفصيل عن تحضير الكبة، كيف بنحطها بالفريزر، وشوية ملاحظات لحتى ما تفتح معكم، يكون شغلكم صح 100%. أنا هون حطيت كيلو ونص من البرغل، حطيت كيلو 800 غرام من البرغل الأبيض، وحطيت فوقهم 800 غرام كمان من البرغل الأسمر تقريبا يعني. غسلت البرغل وعصرته كتير منيح، وبعدها حطيته بدي اطحنه على الماكينة. طبعا حطيت عليهم اللحمة. لكل كيلو برغل نحنا بنحط نص كيلو لحمة. إذا بدكم تعملوا لبنية، في أغلب العالم للكبة بلبن بيكتروا اللحمة أكتر، يعني بيحطوا بين الثلاث أرباع الكيلو للكيلو، يعني كيلو برغل مقابله كيلو لحمة، مشان ما تفك معهم، مشان تطلع ماسكة تمام. هلأ بعد ما طحنتهم أول وش بمعكن كتير منيح. أنا حطيت عليهم طبعا بصلة كبيرة، وما حطيت البهارات. هلأ طبعا فيكن تحطوا البهارات من البداية، هذا الشي بيرجع لإلكن أكيد. بعد ما معكتن كتير منيح برجع بطحنن وجه تاني. هلأ في ناس بتحب تطحنن وجهين بس لعجينة الكبة، لكن أنا الصراحة بحب إني أطحن الكبة 3 وجوه. ومن الشغلات اللي كتير في ناس بتجهلها إنه نحن لما نطحن عجينة الكبة كتير مزبوط ونمعكها كتير منيح وندعكها كتير منيح، بتطلع معنا العجينة مثل الحلاوة، سهلة بالتشكيل وبتريحنا وما بتفتح معنا بالقلي لما تكون مطحونة ومدعوكة كتير منيح. أنا بعد تاني وجه حطيت الملح. لكل كيلو منحط معلقة كبيرة ملح ونص معلقة فلفل أسود، هذا مشو عليه العيار. والكمون والفلفل الأحمر طبعا هدول اختياريين، في ناس ما بتحب طعمتهم، لكن أنا من الناس إذا الكبة ما محطوط لها كمون بحس الطعم تبعها غلط وناقصة شي، فحسب نحن شو متعودين يعني. بمعكها كتير منيح. إذا حسيتوا العجينة كتير ناشفة معكم رشوا لها مي معلاشي. آه، هي الفكرة إنه نحن ما بنغسل البرغل، ما بننقعه، لكن لما نحس إنه بحاجة لمي فنحن بنزيده مي، بنرش مي وبندعك العجين. من الشغلات التانية اللي أنا بدي أنصحكم فيها، من أخت لأختها لما تعملي عجينة الكبة حطيها بالبراد، جهزيها من قبل بيوم وتاني يوم اشتغلي فيها، وصدقيني رح تدعيلي كتير، وحتطلع العجينة معك كتير كتير ممتازة. رح تريح، ما رح تعذبك بالشغل، كتير كتير رح تفرق معك صدقوني. وحتى أنا أوقات بحطها بالفريزر هيك بعد ما أشتغلها، بعبيها بكاس بحطها بالفريزر وبخلي وجبة مثلا بدي ساويها كبكبها لحتى ناكلها بنفس اليوم تازة، بحطها بالبراد تاني يوم بشتغل فيها، وكتير بتكون مريحة بالشغل وبتطلع نتيجتها بتجنن. هون أنا عم جهز الحشوة. طبعا الحشوة يعني أغلبكم بيعرف اللي هي عبارة عن لحمة وبصل مقلعين بالسمنة، ملحين وبهرين. في ناس بتحب تضيف مكسرات، هذا الشي اختياري، لكن أنا عندي بالبيت أبدا أبدا ما بحبوا المكسرات بالأكل للأسف الشديد يعني. هون بعد ما خلصت الحشوة تركتها لحتى تبرد، لازم الحشوة تكون باردة لما بدنا نشتغل فيها. وهون عندي عجينة الكبة، أنا مثل ما قلت لكم بريحها بالبراد لتاني يوم وبشتغل فيها كتير بتطلع العجينة ممتازة. حتى لبعدين لا بتشقق لا بتلبك، ما أحلاها بتطلع. أنا طبعا بدي أعملهم وبدي أحطهم بالفريزر الصراحة لرمضان. بحط قدامي زبدية مي، بقلب زبدية المي دائما بحط قشر ليمون، قشر بردقان، عرق نعناع إذا عندك، يعني هي العطريات اللي موجودة عندك، اللي موجود حطيه واشتغلي فيها. وإذا كنتي ما بتعرفي تشكلي الكبة حاولي مرة ومرتين وثلاثة، مرة على مرة لحد تلاقي حالك عم تعرفي تكبكبي وما أحلاكي. أنا من الناس لما كنت عايشة جنب بيت أهلي كنت معتمدة على ماما بموضوع الكبة، وكانت دائما ماما تقلي خلص شو بدك بلبكة الكبة، طالما أمك موجودة جنبك فلا تاكلي همها، بس تصيري بعيدة عني تعلمي عليها لحالك وكبكبي لحالك. وبالفعل هذا اللي صار يعني. كنت من قبل يعني هيك كبكب على الخفيف، يعني تسلاية هيك يعني سايرة هيك بكم قرص، بس من لما بعدت عنها فصرت اشتغلها لحالي، وسبحان الله يعني هي ما بدها شي سهلة،
بس لما تكون دائما أمك جنبك فبتعتمدي عليها بهي الأكلات الصعبة وبتحسيها خلص من إيد أمي طعمتها غير يعني بتكون. وبعدها بنجي للمرحلة الثانية بعد التشكيل. إذا كنتي بدك تفرزي الكبة فحطي ورقة زبدة ورق نايلون بالصينية يعني اللي موجود عندك، وصفي حبات الكبة وبس تلجوا وقسيوا على بعض، لميهم فورا وحطيهم بقلب كيس وسكري عليهم كتير منيح. وقت القلي طلعي الكبة قبل 7-8 دقايق، وإذا كان في معلق عليها شوية تلج هيك شوي فركيها هيك بإيدك بحيث إذا في تلج معلق في شي يروح. والزيت لازم تكون حماوته وسط، يعني ما لازم يكون كتير حامي تنزلي الحبة وقوم يفور الزيت. فبهذا الشكل هي فورا لحبة الكبة رح تتأمر من برا ومن جوا حتلاقيها متلجة. فالحماوة لازم تكون وسط مقبولة. تنزلي حبات الكبة لا تكتري كتير بالمقلاية مشان الزيت ما يبرد كتير معك. إذا برد الزيت بتفرط الكبة بقلب المقلاية بقلب الزيت بتلاقي الكبة فرطت عن بعضها، أو ممكن تفتح معك الكبة تفتح تلاقيها لأنه القلي غلط والزيت برد معك. فيعني بدك تكوني معتدلة، الزيت بتكون حماوته وسط وتنزلي عدد مقبول من حبات الكبة. وبعد شي 5 دقايق بتعملي لهم بقى هيك شوي تقليبة بقلب المقلاية، بتلاقيهم أخدوا لون ما رح يطولوا معك أكتر من 10 دقايق ربع ساعة 20 دقيقة يعني هيك شي. هون للأمانة بعد ما خلصت تجهيزاتي أنا مالي من الناس اللي كتير بفرز لرمضان، بعمل كبة وبعمل براك وأوقات بعمل في أكلات بعملها دائما مثل البرجر وغيره. المهم بعد ما خلصت عملت تعزيلة للبيت فكنت مخلية الصالون لآخر شي، وسبحان الله يعني بس بلشت تعزيلة الصالون فقررت إني صور لكم هيك لقطات صغيرة وأنا عم نظف الصالون وعم بشتغل. فنزلت البرادي وجبت السطل هذا اللي بنظف فيه. أول شي بمسح فيه الكنبايات هذا السطل، وبعدها بمسح فيه السجاد. طبعا الأرضيات عندي ما بمسحها، بمسح بس الداير، بجيب سطل تاني صغير بمسح الداير الكنارات كلياتها بنظفها بالغرفة بعد تمسيح الغبرة، وبعدها بمسح بالمكنسة الكهربائية اللي شفتوها هلأ بالفيديو أو هلأ بتشوفوها بالفيديو، يمكن شفتوها بالفيديو القصير اللي نزلته قبل هاد. طبعا في ناس كتير اعترضوا على موضوع التنظيف اللي قبل رمضان، وفي كتير ناس كتبوا لي تعليقات غريبة يعني إنه شو نحن قاعدين على وسخنا طول السنة وبس هلأ بدنا نجي ننظف أو كذا يعني هيك شي. فموضوع التنظيف والتعزيل يعني دائما وارد، وأغلبنا بينظف وبيعزل كل كم شهر. البيت دائما طالما فيه سكان وفيه أولاد فدائما بده تعزيل. وبالنسبة لرمضان يعني بشهر رمضان نحن ما رح نفضل نقعد نعزل وننظف تنظيف عميق بهالشهر، يعني دوبنا نقضي عزايم وطبخ وصلاة وقرآن، والواحد بده يستغل هذا الشهر. فلما نحن نعمل هاي التنظيفة بتعطينا مساحة ومجال إنه نحن نريح شوي خلال الشهر، لأنه أنا بعرف حالي غاسلة بردية مليفة شبابيكي مسحة الأبواب عندي الخزن عندي كلياتها مضبوبة ومنظفة، فهذا الشي بيساعدني ما بحس إنه في عندي شي وسخ بدي اضطر اشتغله ونظفه وساويه برمضان. وطبعا على العيد هي التعزيلة أساسية لأنه يعني بتعرفوا بدنا نستقبل العيد بحلة جديدة وبهجة جديدة. فبالنهاية أنا شاركتكم يعني جزء من روتيني أنا شو الشي اللي ماشي عليه ومتبعته، لكن إذا أنتوا هذا الشي حسيتوا ما بيناسبكم فما في داعي إنكم تطبقوه يعني على حالكم أو تمشوا عليه. قسم كبير من البنات يلي موجودين بيعملوا نفس الشي وبينظفوا وبيعزلوا، كل واحد بقى على حسب ما متعود وعلى حسب راحته وشو بيحب هو. فلا كتير يعني تعصبوا من الموضوع وتتضايقوا وتاخدوا الموضوع شخصي وكأني أنا عم بتهمكم إنه أنتم مالكم نظاف، أبدا ما في هيك شيء. أنا عم شارككم فقط جزء بسيط، يعني أنا حتى التنظيف تبعي يعني ما صورت كل شيء 100%، وآخر شيء الصراحة حسيت حالي كتير تعبت وما عاد صورت، يعني بس خلصت أنا لسه علقت البرادي مسحت الشاشة مسحت اللوحات ليفت أبواب الغرف، كتير في شغلات ما صورتها. فاكتفيت يعني بهذا القدر يلي صورته، وقلت خلص يعني هي بس مشاركة وتحفيز. أنا من الناس اللي بحب شوف فيديوهات التنظيف، بحب شوف الناس لما تنظف وتشتغل، وكتير أوقات باخد أفكار منها خصوصي بشوف الأتراك بيطلع لي كتير أوقات فيديوهات لإلهم، فكتير بتحمس لما أشوف هي الفيديوهات وفي شغلات بتعلمها منهم. بالنسبة لإلي بحسها فيديوهات حلوة
ومثل ما أنا بستمتع فيها بحب إني شاركها لحتى اللي بيحب هيك نمط من الفيديوهات يستمتع فيها. كتير سألتوني على المادة اللي رشيتها على الكنبايات، هي صودا للتنظيف، هي حصرا بتجي بقسم المنظفات بتلاقوها لتنظيف الأواعي، بتحطوها مع الأبيض مثلا بتغسلوه بتنظفوا فيها السجاد، الفرشات اللي بتناموا عليها ممكن تفرشوهم وترشوهم منها وتتركوهم ساعتين 3 عليها. كتير ظريفة وكتير منيحة للتنظيف، بس هي مختلفة عن الصودا اللي بنستخدمها أو كربونات الصودا اللي بنستخدمها بالأكل، هي مختلفة مو نفسها. في بنات فكروا إنه نفس الشي، لا هي بتكون مرسوم عليها مكتوب صودا، مرسوم عليها تياب، مرسوم عليها عفش. هاي بتستخدم للتنظيف وللمفروشات وللملابس. طبعا حتلاقوها موجودة بكل أقسام المنظفات بكل بلد، لكن كل بلد بتكون موجودة تحت اسم تجاري مختلف. يعني أنا بالسويد هي كنت شوف منها بالأوبي وبالروستا، كانت بتجي مثل علب بلاستيك. هون بألمانيا كمان في منها كتير ماركات. يعني أنا هذا الكيس بجيبه من الدي ام، بما أني أنا ما بنزل كتير على الروزمان وهيك، أغلب المنظفات تبعي بجيبها من الدي ام، فبجيب منه لهذا الكيس. بستخدمه أنا بالغسيل الأبيض بحط منه، بستخدمه بالتنظيف على فكرة. يعني أوقات الطناجر عندي إذا بدهم تنظيف من سفلهم فأنا برش عليهم من هي الصودا، بليفها برش عليها من هي الصودا وبتركها منقوعة شي نص ساعة، فكتير بتقشط وكتير بتنظف وبتشيل وساخ. بعد ما أمسح الكنبايات وبعد ما أفرك السجاد، أنا بفرك الكنبايات بخرقة أو بقماشة مبلولة شوي رطبة، بفركها كتير كتير منيح وبتركن. بعد شي ساعة بجيب لم بالمكنسة كل شي بقايا، يعني إلا ما يكون في بعض الحبيبات من الصودا بقيان هون أو هون، والسجاد نفس الشي. بعد ما خلصت آخر خطوة بعملها وبعد تمسيح الغبرة هي مسح الأرضيات. طبعا أنا بمسح بهي المكنسة. في بنات سألوني عن هي المكنسة، أنا للأمانة هي المكنسة إجتني هدية من وحدة من الشركات، قالوا لي بدنا اياكي تعملي لنا اعلان للمكنسه تبعنا، فبعثوا لي اياها لحتى اجربها. بعد ما جربتها الصراحه انا ما عجبتني 100%، اعتذرت منهم وقلت لهم انه انا حسيتها يعني مو بالمستوى اللي انا بقدر اعمل عليه اعلان، يعني المكنسه فيها شويه مشاكل. سألوني شو الشغلات اللي انت عليها ملاحظات لاحظتيها فيها للمكنسة، قلت لهم وطلبت اني انا ارجع لهم اياها، بس هن قال لا خلص ما في مشكلة احتفظي فيها يعني عندك. فخليتها عندي، والصراحة يعني أنا انبسطت إنها بقيت عندي لأني ضلتني عم بستعملها، وهذا الاستعمال على مدى سنة تقريبا صار لي خلاني اكتشف أكتر يعني، وتأكد إنه أنا بالفعل اخترت القرار الصح إني أنا أرفض هذا الإعلان لهي المكنسة. فلذلك ما رح أنصحكم فيها، ما رح لكم شو اسمها، يعني هي بس تمشاية حال بالنسبة لي الصراحة، لكن ما لا خيار إنه أنصحكم فيه تقدروا تعتمدوا عليه وتوثقوا فيه. هيك كانت نهاية التنظيف تبعي، وهيك كان نهاية يومي قبل رمضان بأيام قليلة. بتمنى تكون الفيديو عجبكم، وهلأ خليني أودعكم وانتظروني بفيديوهات جديدة برمضان. بأمان الله.